السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم طلاب الصف الثاني الإعدادي. يلا بينا كده بسرعة نخش على النماذج نحلها بتاع كتاب الامتحان قبل ما ننزل نحل الامتحانات إن شاء الله بتاعت الأسئلة المتوقعة اللي هننزلها لكم إن شاء الله في الجروب. النموذج الأول بيقول لكل مما يلي عمليات طاردة للحرارة عدا عملية النقط. طبعا هتبقى عدا عملية التسامي. طيب ليه اخترت التسامي؟ أنت عندك التجمد ده يبقى فقد حرارة، ده بيفقد حرارة، ده بيفقد حرارة. الوحيد اللي هيحتاج إلى اكتساب حرارة هو التسامي، وبالتالي ده هيبقى هو الوحيد الاختيار اللي عندي. اتنين، ماسك التلج له فائدة آلية تساوي واحد ولا رفع من النوع الثالث، ولا له فائدة آلية أكبر من الواحد ولا رفع من النوع الثاني؟ طبعا هنختار هنا رفع من النوع الثالث. طب اشمعنى يا مستر اخترت رفع من النوع الثالث؟ ماسك التلج اللي هو زي أي مساك عندك كده في البيت زي المنقاط مثلا، انت عشان تشغله بتضطر تضغط بقوه هنا وهنا، وبما ان عندك قوه في النص فاكيد ده هتبقى رافعه من النوع الثالث. طيب السؤال اللي بعده، ما المقصود بكل من القوه المحصله؟ والله عندي هنا بيسالني على القوه المحصله، انا اقول له هي القوه الكليه مقدارا واتجاها الناتجه عن تاثير مجموعه من القوى على الجسم، زي الرسم اللي كنا بنرسمها كده اللي هتلاقيها عندك على الشاشه دلوقتي. والله انا عندي جسم هنا مثلا، بشوف مجموع القوى اللي بتضغط هنا بقوة كام نيوتن وهنا بقوة كام نيوتن، واشوف مجموع القوة دي في المقدار والاتجاه. طيب السؤال الثاني، قانون بقاء الطاقة. طبعا ده المفروض حضرتك عارفها من زمان ان الطاقة لا تفنى ولا تستحدث من العدم، لكنها تتحول من صورة إلى أخرى. طيب سؤال رقم 3، التكاثر الجنسي. نقول الله التكاثر الجنسي دي عملية حيوية يعني بتتم في الكائنات الحية، يشترك فيها فردين أبويين. ليه قلت فردين؟ لأن ده تكاثر جنسي. التكاثر الجنسي بيبقى فردين أبويين من نفس النوع، أحدهما مذكر والآخر مؤنث. طب إيه الهدف من العملية دي؟ إنتاج أفراد جديدة من نفس النوع. طب يبقى أقول له التعريف النهائي، أقول له والله التكاثر الجنسي هي عملية حيوية يشترك فيها فردين أبويين من نفس النوع، أحدهما مذكر والآخر مؤنث، لإنتاج أفراد جديدة من نفس النوع، طبعا بتشبههم في الصفات الوراثية. طيب 4، الضغط الجوي. الضغط الجوي قلنا قبل كده هو وزن عمود من الهواء على مساحة 1 متر مربع، وطولها بيبقى ارتفاع الغلاف الجوي. السؤال الثاني ده علامة صح أو خطأ. القيمة الحرارية لوقود الهيدروجين هي الأكبر بالنسبة لباقي أنواع الوقود. طبعا إجابة صحيحة، الهيدروجين هو بيدي أكبر قيمة حرارية. طيب 2، تستخدم روافع النوع الثاني في الأعمال الدقيقة الخطرة. طبعا لأ، أمال إيه؟ هتقول لي النوع الثالث، تستخدم النوع الثالث مش الثاني. طيب ماذا يحدث عند تسخين ملح كبريتات النحاس المتهترتة بالنسبة للتغير اللوني؟ طيب تعال نسأل نفسنا السؤال الأول، أنت عندك هنا كبريتات النحاس المتهترتة لونها إيه؟ لونها مستر، لونها أزرق، لكن الله ينور عليك. طيب بعد التسخين هتتحول للون ايه؟ هتقول لي مثلا هتتحول للون الابيض. يبقى اقول الاجابه تتحول كبريتات النحاس المتهتته من اللون الازرق الى اللون الابيض. السؤال الثاني ماذا يحدث عند التاثير على جسم يتحرك بسرعه ثابته بقوه محصله تساوي صفر؟ طب لو انا عندي القوه المحصله بتساوي صفر، هتبقى سرعه الجسم ثابته، هتظل سرعه الجسم كما هي، لان عندي القوه المحصله بصفر، مفيش حاجه هتاثر على الجسم، فهتظل السرعه كما هي. بين قوسين هتقول لي تظل ثابته. جميل قوي. طيب السؤال اللي بعده بيقول لي انقسام خليه جسديه ميتوزيا. ماذا يحدث عند انقسام خليه جسديه ميتوزيا؟ انا عندي الخليه لما هتتقسم ميتوزيا هتديني خليتين من نفس النوع
يحمل كل منهما العدد الكامل من الكروموسومات. بص معايا كده على الرسم اللي هرسمها لك. انا عندي الخليه الجسديه اهي 2 بتتقسم ميتوزين لخليتين، الخليتين متماثلتين ونسخه طبق الاصل من الخليه الاصليه اللي كانت موجوده فوق. يبقى الخليتين زي بعض متماثلتين وفي نفس الوقت نسخه طبق الاصل من الخليه الاصليه او الخليه الام. طيب سؤال 4، ماذا يحدث عند الارتفاع عن مستوى سطح البحر بالنسبة لدرجة الحرارة؟ طبعا هقول له تنخفض درجة الحرارة، إنه كلما ارتفعنا عن سطح البحر تنخفض درجة الحرارة. السؤال اللي بعده يقول لي الصيغة الجزيئية للحجر أو للجير الحي، أقول له CaO اللي هو أكسيد الكالسيوم، بينما الصيغة الجزيئية للجير المطفأ اللي هو هيدروكسيد الكالسيوم بقى اللي هو CaOH باي 2، انما دي كانت CaO. يبقى الجير الحي اكسيد الكالسيوم اللي هو CaO، انما الجير المطفأ هيدروكسيد الكالسيوم اللي هو CaOH باي 2. طيب الامشاج المذكره في الحيوان هو او هي طبعا الحيوانات المنويه، انما في النبات هيبقى حبوب اللقاح. يبقى انا عندي المذكره هنا لو حيوان او انسان هقول له حيوانات منويه، انما في النبات تبقى حبوب لقاح عشان قال لي امشاج مذكره. انما لو قال لي امشاج مؤنثه في كل الكائنات هتبقى مبيض. السؤال اللي بعده اجب عن الاسئله التاليه: كيف يمكن الاستفاده من فهم تفاعلات الاكسده والاختزال في حفظ الطعام؟ هقول له طبعا عن طريق تفريغ الهواء من الاكياس قبل تعبئتها في الثلاجه او في الفريزر. لأن طبعا لما بقلل الأكسجين هقلل عمليات الأكسدة والاختزال اللي هي بتسبب وجود البكتيريا أو فساد الطعام بشكل عام. طيب سؤال 2 بيقول لي احسب العجلة التي تتحرك بها سيارة كتلتها 1000 كيلو جرام إذا كانت قوة محركها 1300 نيوتن بفرض إهمال القوة الأخرى اللي هتأثر عليها. طب أنا عندي قانون بيقول لي العجلة بتساوي القوة على الكتلة، A بتساوي F على M، أو العجلة بتساوي القوة على الكتلة. طب تعالى نشوف القوة هنا عندي 1300، الكتلة الراجل قال لي كتلتها 1000، أقسمهم على بعض على الآلة الحاسبة هتطلع 1.3، هقول له طبعا متر لكل ثانية أس 2. خلاص تاني أي سؤال هيجي يطلب منك العجلة هتقسم القوة على الكتلة، القوة على الكتلة، والناتج اللي هيطلع بتكتب جنبه متر لكل ثانية تربيع اللي هو التمييز بتاع العجلة. طب بيقول لي السؤال اللي بعده اذكر مثالا على زهرة عارية. طبعا عندنا زهرة الصفصاف. طب ليه زهرة الصفصاف؟ لأن زي ما احنا درسنا إن زهرة الصفصاف لا بين ولا سبلات ولا بتلات وبتبقى من الأزهار العارية. طيب اذكر استخداما واحدا للشاكوش المخلبي. أقول له مضاعفة القوة عند نزع المسامير. هيضاعف القوة عند نزع المسامير. سؤال رقم 4 اكتب ما تدل عليه العبارات الآتية: سائل تبريد في الثلاجة طبعا الفريون. طيب بيقول لي حالة الجو في موقع معين خلال فترة زمنية قصيرة يبقى الطقس. جميل قوي. تعال نبص على الرسومات الجميلة اللي عندنا دي بقى. يلا. في الرسمة الأولى بيقول لي ما نوع التفاعل الكيميائي الذي يعبر عنه هذا المخطط. هعمل لك زوم، بص معايا على الشكل. طيب انا عندي الرسم اللي قدامنا ده، عايزين نعرف نوع التفاعل بتاعه. ركز بقى كده معايا. لو جيت تبص زي ما انا علمتك في الحصه، هنيجي عند اخر نقطه فوق وهنعمل خط. استنى جبت قلم ثابت، هنعمل هنا كده خط كده اهو.
واخر نقطه تحت نعمل عندها خط بقى. تمام. طيب هتيجي من فوق لحد اول خط كده اهو، تعمل علامه او خط كده، ومن الخط ده للخط ده تقوم عامل خط تاني كده بالطول. لو بصيت عندك على الخط ده، دي الطاقه الممتصه، ودي الطاقه اللي اتطردت من التفاعل. بص كده معايا، مين بقى انت شايف مين هنا اعلى او اكتر، الطاقه الممتصه ولا الطاقه اللي اتطردت؟ هتقول لي اكيد الطاقه اللي اتطردت، اللي هي اللي عليها صح دي، اللي هي اسمها تي 2 اكبر من تي 1، يبقى التفاعل ده طارد للحراره، لان مقدار الطاقه المنطلقه اللي انا هعمل لك عليها، لان مقدار الطاقه المنطلقه اكبر من الطاقه الممتصه. الطاقه اللي هتنطلق من التفاعل اكتر من الطاقه اللي امتصت، عشان كده اقول التفاعل ده طارد للحراره. طيب اتنين، حدد نوع الرافعه مع التعليق. طبعا احنا عارفين دي رافعه من النوع الاول، الراس رافعه من النوع الاول. طب ليه؟ هتقول ان نقطه الارتكاز تقع بين، نقطه الارتكاز تقع بين القوه والمقاومه. طب ثلاثه، الرسمه رقم ثلاثه، ما نوع جنس هذه الزهره مع التعليق؟ طيب بص معايا على الزهره الجميله اللي قدامك دي، هتلاقي عندك هنا الطلع اهو، الأزدية موجودة، يبقى ده طلع، يبقى النبات ده مذكر وحيد الجنس، مذكر بيقول لي مع التعليل، لأنه يحتوي على أزدية أو لأنه بيحتوي على الطلع لكن لا يحتوي على متاع. طيب رقم أربعة بيقول لي ما اسم هذه التقنية وما الأجهزة التي توضع بداخلها؟ طبعا ده هنقول له كشك الأرصاد الجوية، كشك الأرصاد الجوية. طب الشكل ده ايه الحاجات اللي احنا بنحطها فيه؟ هنحط الاجهزه اللي بتقيس درجه الحراره، الضغط الجوي، والرطوبه. ايه الصداقه؟ انا جايب لك ميه ايه وخلاص. الصداقه؟ معدنيه ان شاء كمان الله أهو. محمد داخل على نهايه النموذج الاول بالظبط. عالمي عالمي. نحب نشكر من موقع هذا استاذ محمد عرف. اعزائي طلاب الصف الثاني الاعدادي، يلا بينا نحل نموذج اثنين مع بعض، كتاب الامتحان طبعا. السؤال الاول، اندفع راكب الحافلة الأمام عند توقفها المفاجئ يعد تطبيقا على القانون الثالث في نيوتن. طبعا لا، هنقول له القانون الأول اللي هو القصور الذاتي. طيب تحدث ظاهرة العبور أثناء الانقسام الميتوزي؟ طبعا لا، هقول له أثناء الانقسام الميوزي الأول، وتحدد له ميوزي الأول، ما تقولش ميوزي بس، الميوزي الأول. السؤال اللي بعده، أجب عن الأسئلة التالية. الشكل المقابل يعبر عن عملية التخفيف الآمنة لحمض مركز بالماء. هل إكس يمثل حمض أم ماء؟ طب بص معايا كده على الرسم يلا. لو بصيت هنا على الرسم هتلاقي إكس هو ده اللي احنا بنصبه في المعيار الآخر أو الكوب الآخر، يبقى إذا إكس ده هيبقى حمض. طيب بيقول لي مع التفسير، هقول له لأن الحرارة المنطلقة من التخفيف يمتصها الماء دون حدوث اي اضرار. يعني دلوقتي احط قطرات الحمض دي في الماء فمش هيحصل اضرار لان الطاقه المنطلقه هتكون ضعيفه. السؤال الثاني بيقول لي رافعه من النوع الاول في وضع اتزان متزنه، فاذا كانت القوه المؤثره عند احد طرفيها 100 نيوتن، وطول ذراع القوه فيها 40 سم، وطول ذراع المقاومه 160 سم، احسب قيمه المقاومه. طيب ركز بقى معايا، احنا قلنا قبل كده ان القوه في ذراع القوه بتساوي المقاومه في ذراع المقاومه، هضرب القوه في ذراعها بيساوي المقاومه في ذراعها. طيب ركز بقى كده معايا، قلت لك قبل كده 100 مره كل ما هترسم الشكل اللي قدامك هيبقى ابسط. بص كده معايا، استنى اجيب لك قلم ثابت اهو. انا عندي الرفعه اهي متزنه، حلو.
بيقول لي القوة المؤثرة عند أحد طرفيها 100، خلاص هحط هنا 100. وطول ذراع القوة 40، القوة اللي هي 100 دراعها طوله 40، يعني الدراع ده كده طوله 40. الناحية التانية بقى طول ذراع المقاومة 160، فطبيعي أنا عايز أعرف قيمة المقاومة اللي هنا كام، اللي فوق دي اللي هي عليها إكس دي، عايز أعرف إكس دي بكام. طب بمنتهى البساطة اللي في الدنيا، قلت لك هتضرب الاتنين اللي مع بعض وتقسم على الناحية التانية. هضرب الاتنين اللي مع بعض واقسم على الناحية التانية، فاجي أقول له المقاومة هتساوي 100 في 40 على 160 اللي هم دول، هضرب دول في بعض واقسم على الناحية التانية، هتطلع الآلة الحاسبة 25، واقول له تبقى 25 نيوتن. تمام؟ تاني اهو، اي سؤال قال لك احسب ذراع القوة، احسب ذراع المقاومة، احسب لي القوة دي، احسب لي المقاومة قد ايه، ارسمها هتلاقيها اتحلت. هضرب الاثنين اللي مع بعض واقسم على اللي موجود الناحية التانية. وقبل ما تعمل كده اتأكد ان الوحدات زي بعض، يعني هنا بالسنتي ده بالسنتي، لو ده بالمتر يبقى ده بالمتر، ده بالنيوتن ده بالنيوتن، يعني لو جاب لك كيلو لازم تحول الاول لنيوتن. يلا السؤال اللي بعده. ما سبب ارتفاع درجة الحرارة بالقرب من خط الاستواء؟ طبعا لتعامد الشمس عليها طوال العام. طيب اكتب المعادلة الرمزية الموزونة المعبرة عن تفاعل الثرمية. المعادلة دي أكدت عليها كذا مرة، ركز معايا يلا. نمسح اللي مكتوب ده، يلا بينا. طيب انت عايز تفاعل السيراميك، انا عارف ان تفاعل السيراميك ده بجيب ذرتين الومنيوم 2Al بحطهم مع اكسيد الحديد الساخن اللي هو Fe2O3، سهل احط عليه مثلث لان اكسيد الحديد ده ساخن. طيب ايه اللي بيحصل؟ هعمل لك بالقلم التاني وركز معايا بقى. اللي بيحصل ان تلاقي عندك الالومنيوم بيحل محل الحديد، يعني بالبلدي كده، بالبلدي هبدل الرمز ده مع الرمز ده، الرمزين دول هبدلهم مع بعض، بس ده الناتج. هبدل الرمزين مع بعض بس. بص كده على الاجابه يلا، من الجروب مختلف. يلا هنبدل ده مع ده وهنكتب نفس النواتج. يلا هشيل اف اي واحط مكانها ال، فهتبقى Al2O3 زائد هشيل اي ال واحط مكانها اف اي بقى، تبقى 2 اف اي اللي هي ذرتين حديد. يبقى انا عندي معادله كامله قدامك اهي، 2Al زائد Fe2O3 اللي هو اكسيد الحديد، سهم عليه مثلث، هبدل رمز الالومنيوم برمز الحديد بس، يبقى عندي Al2O3 زائد 2Fe. طبعا بيطلع مع حراره، هيت او حراره. السؤال اللي بعده، اختر الاجابه التاليه. بيقول لي كل مما يلي يمثل ضلع في مثلث الاحتراق ما عدا نقط. يعني انت بتقول لي مثلث احتراق، فيعني الميه بتعمل هنا ايه؟ أي الأجسام التالية يكون قصورها الذاتي هو الأكبر؟ طيب تعالوا نشوف كده. أنا عندي كرة كتلتها 1/10 كيلو بتحرك بسرعة 50، متسابق كتلته 70 بيتحرك بسرعة 30، سيارة كتلتها 1000 بتتحرك بسرعة 50، طائرة كتلتها 2000 بتتحرك بسرعة 30. طيب احنا عارفين وقلنا قبل كده كلما زادت الكتلة زاد القصور الذاتي، كل ما بزود الكتلة كل ما القصور الذاتي يزيد، فهتبقى الإجابة طبعا د. السؤال اللي بعده، ماذا يحدث عند حدوث تصادم مرن بين جسمين متماثلين أحدهما ساكن والآخر متحرك؟ لما ده تصادم مرن يبقى هيقف الجسم المتحرك ويتحرك الجسم الساكن بنفس السرعة اللي كانت موجودة في الجسم المتحرك. قلنا لو عندي جسمين، عندي جسم ثابت اهو وجسم متحرك، لو ده تصادم مرن اول ما الجسم المتحرك هيصطدم بالجسم الساكن هيقف مكانه، واللي كان ساكن هو اللي هيبدا يتحرك. ارسم لك الرسمه اللي احنا رسمناها في الحصه مع بعض. بصوا معايا كده على السبوره.
كان عندنا كرة هنا ساكنة اسمها بي، وكرة اسمها ايه دي كانت متحركة. أول ما اصطدمت ببي خبطت كده فيها، ايه وقفت مكانها، والكرة اللي اسمها بي هي اللي اتحركت بنفس السرعة. تاني، التصادم المرن لا يحدث فيه فقد للطاقة، يعني الجسم المتحرك هيقف هيبقى ساكن، والجسم الساكن هيتحرك بنفس السرعة لأنه لا يوجد فقد في الطاقة. طيب السؤال اللي بعده، ما نوع التغير الحراري الحادث عند إزالة ملح كلوريد الليثيوم غير المتهدرج في الماء؟ طب ما ده ذوبان، فأقول له كده ذوبان طارد للحرارة، ذوبان طارد للحرارة. يبقى التغير الحراري اللي هيحصل هنا إن ده طارد للحرارة. عرفت منين يا مستر إن هو طارد للحرارة؟ لأن المادة اللي عندي غير متهدرجة وأنا هضيف لها مية، بما إن هضيف مية يبقى أنا كده هطرد حرارة. 3. لماذا تعد زهرة الطماطم من الأزهار النموذجية؟ هقول لأنها تحتوي على المحيطات الزهرية الأربعة. أقول لك كأس التولد الطلع المتاع. وضح العلاقة بين كثافة الهواء والضغط الجوي. أقول له انخفاض كثافة الهواء تؤدي إلى انخفاض الضغط الجوي. يعني الكثافة لما تنخفض الضغط الجوي هو كمان هينخفض. قلنا قبل كده علاقة طردية. السؤال اللي بعده، تتميز الأزهار ذاتية التلقيح بنضج نقط ونقط في نفس الوقت. طالما هي ذاتية التلقيح يبقى أنا عندي الطلع والمتاع لازم ينضجوا في نفس الوقت عشان تبدأ تعمل تلقيح ذاتي. طيب 2، جميع روافع النوع نقط توفر جهد يبقى دي النوع الثاني، بينما جميع روافع النوع نقط غير موفرة للجهد يبقى دي نوع ثالث. طب بنستخدمها ليه لما هي غير موفرة للجهد؟ قلنا بنستخدمها في في الاشياء الخطرة والدقيقة. طيب السؤال اللي بعده، ماشي والله الواحد تاج. احنا كده كام ساعة تصوير لحد دلوقتي؟ 6. يلا يا رب يجي فايدة. السؤال اللي بعده، أجب عن الأسئلة التالية. لماذا تعد التنبؤات الجوية توقعات محتملة وليست حقائق مؤكدة؟ طيب بص معايا، أنا عندي حاجة اسمها غلاف جوي. الغلاف الجوي ده بيتأثر بعدد كبير من المتغيرات، فمش هقدر أأكد أو أعمل حقيقة مؤكدة عن تنبؤ جوي أو توقع جوي. هو اسمه تنبؤ جوي أو توقع جوي. إحنا نتوقع حاجة محتملة ممكن تحصل، لكن هي ليست مؤكدة بنسبة 100% لأن ممكن تحصل أي ظاهرة مفاجأة تغير التوقع ده. السؤال اللي بعده، قارن بين العامل المؤكسد والعامل المختزل. قلنا العامل المؤكسد ده هي المادة التي تمنح الأكسجين أو تنتزع الهيدروجين، عشان كده اسمه عامل مؤكسد، يعني بيأكسد يعني بيمنح أكسجين أو ينتزع الهيدروجين. إنما العامل المختزل حرامي بيسرق بينتزع الأكسجين أو يمنح الهيدروجين. وطبعا عارف إن العامل المؤكسد تحصل له عملية اختزال، الله ينور عليك، والعامل المختزل بتحصل له عملية أكسدة عشان العامل عكس العملية. حدد مقدار واتجاه القوى المحصلة على الجسم موضح في الشكل اللي قدامنا. تعالى عندي هنا 5 نيوتن، الناحية دي 3 نيوتن، فهقول القوة المحصلة طبعا 2 نيوتن على طول كده. ليه؟ لأن أنا عندي الاثنين دول عكس الاتجاه، واتفقنا لو عكس بنعمل طرح، نطرح القوتين من بعض يبقى 5 ناقص 3 تبقى 2 نيوتن. طب هو عايز الاتجاه، قول له في اتجاه اليمين لأن القوة الأكبر ناحية اليمين. السؤال اللي بعده، ما الفرق بين المدى الحراري اليومي والمتوسط اليومي لدرجة الحرارة؟ المدى الحرارة اليومي والمتوسط اليومي لدرجة الحرارة. طيب بص معايا،
المدى الحراري اليومي هو الفرق بين درجتي الحرارة العظمى والصغرى. هجيب درجة الحرارة العظمى، درجة الحرارة الصغرى، هطرحهم من بعض يديني المدى الحراري اليومي. انما لما اجي اقول لك متوسط اليوم لدرجه الحراره، هو متوسطهم الحسابي في اليوم الواحد. بجيب المتوسط الحسابي بتاع العظمى والصغرى في اليوم الواحد. السؤال اللي بعده، اكتب الرقم الدال على درجه حراره لهب لوكسستيلين. هقول له طبعا 3000 درجه سيليزيوس. طيب، الفائده الآلية لرافعه تؤثر فيها قوه 500 نيوتن. تمام. لرفع مقاومة مقدارها 2500 نيوتن. طب أنا عشان أجيب الفائدة الآلية كنت بقسم مقدار المقاومة على مقدار القوة. بقسم مقدار المقاومة على مقدار القوة. مقدار المقاومة هنا 2500، مقدار القوة هنا 500 بس. هقسمها على الآلة الحاسبة هتطلع لي 5. طالما العدد ده الناتج أكبر من 1 يبقى دي كده بتوفر جهد. انما لو بتساوي 1 او اقل 1 مش هتوفر معايا جهد. طيب، السؤال اللي بعده، ما المقصود بالايزوبار؟ قول له الايزوبار هي خطوط منحنيه تصل بين نقاط الضغط المتساويه. خطوط منحنيه بتصل بين نقاط الضغط المتساويه. طيب، 2، التفاعلات المصه للحراره. التفاعلات المصه للحراره هي تفاعلات يلزم لحدوثها امتصاص حراره. 2، ما الذي تمثله المفاصل بالنسبة لعناصر الروافع الثلاثة؟ هتقول له تمثل نقطة الارتكاز. بتمثل نقطة الارتكاز. أي مفصل عندي بيبقى نقطة ارتكاز. اذكر مثالين من أنواع الخلايا الجسدية في النبات. طبعا هقول له الخلايا برانشيمية والخلايا الكولونشيمية. الحمد لله رب العالمين، خلصنا النموذج الأول والثاني للصف الثاني الإعدادي. أشوفكم في فيديوهات مراجعة إن شاء الله الجاية.